السلام عليكم أخواتي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على قناتكم شهيوات لبنى أم مهدي. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم طريقة تحضير شهدة بحجم عائلي كتجي رائعة جدا. طريقة تحضير كذلك اللي سهلة وبسيطة، مكونات اللي متواجدة في كل بيت، فكنتمنى إن شاء الله أنكم تجربوها. فعلا النتيجة رائعة بزاف، كتجي خفيفة قطنية ورطبة جدا. فكنتمنى إلا عجبكم اقتراح اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات والبارتاج مع الأهل والأحباب. بلا ما نطول عليكم، دوزوا معايا تكتشفوا المكونات وكيفية التحضير، وندخلوا مباشرة في التفاصيل. في بول غادي نفرغ كأس من الحليب ما يعادل 125 مليلتر، دائما الحليب يكون دافئ. كأس من الماء دافئ ما يعادل 125 مليلتر، دائما القياس بالكأس. وغادي نضيفوا كيس من سكر الفاني، كأس إلا ربع من سكر حبيبات ما يعادل 120 غرام. السكر حسب الذوق بطبيعة الحال، ممكن أنكم تملئوا الكأس. وغادي نضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو 2 المعالق صغار مملوئين جيدا. وغادي نخلط العناصر جيدا مع بعضهم، ونخلي الخميرة تفاعل مدة 2 دقيقة. من بعد غادي نضيفو حبة بيض واحدة، ونخلطها مع المكونات. وغنبدا كنضيف الطحين. هنا غادي نعطيكم القياس بالكأس وكذلك بالغرامات. هنا ضفت 3 كؤوس ما يعادل 300 غرام في المجموع. وغادي نضيف كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام ما يعادل ملعقة صغيرة مملوءة. هنا غادي نضيف واحد رشيشة الملح أو القليل من الملح، ثم غادي نجمع العجين. وهنا كتراقبوا الا كان مازال خاصكم كتضيفوا. بطبيعه الحال هاد الكميه اللي ضفنا ما غتجمعش لينا العجين. غادي نضيف دفعه ثانيه من الطحين. في المره الثانيه كنضيفوا كأسين مملوئين ما يعادل 200 غرام. غادي ندخل هاد الكميه مع الطحين، وهنا كتراقبوا الا كان مازال خاصكم كتضيفوا. فهنا في الاخير احتاجيت نصف كأس من الطحين، لان العجينه ما تجمعاتش لي مزيان. ما كتخليوهاش خفيفه بحال العجينه اللي كنحضر معكم بها البغيوش، ضروري انها تكون قابطه راسها ومجموعه. هنا غادي نضيف نصف كأس ما يعادل 50 غرام، يعني في المجموع غتحتاجوا 550 غرام من الطحين. كتجي عجينه اللي متماسكه. هنا غتبان لكم انها كتلتصق نوعا ما في اليدين، فماشي مشكل. من بعد ما غنضيفوا ملعقتين كبار من الزبده لينه بدرجه حراره المطبخ. هنا ضفت تقريبا 100 غرام، وغادي ندخلها مع العجين جيدا وحنا كندلكو بطبيعه الحال، وكندخلوا داك الكميه من الزبده مع العجين. وغنغطي عليها ونخليها حتى تختمر. دابا الجو بارد، من الاحسن الا بغيتو تختمر معكم بسرعه غتسخنوا الفران على 40 درجه مده ربع ساعه. طفيو عليه ودخلوا العجين، راه دغيا كيختمر معكم. هنا من بعد ما كيضاعف الحجم تاعها تقريبا على 3، فكل ما اختمرت في المرحله الاولى مزيان، المره الثانيه كتخليوها غير ترتاح وكتدخلوها للفران. هنا فرغتها من الغازات، وغادي نوضعها مباشره فوق سطح العمل. من بعد ما كنكون رشيته بالطحين نقسمها لنصفين، لان الكميه كثيره غيصعب عليكم انكم تخدموها مره واحده. غادي نخدم القطعه الاولى والقطعه الثانيه من العجين او النصف الاخر من العجين، غنوضعو جانبا حتى من بعد نخدمو. هنا كنشكلوها كره، ودائما كتخدموا بالطحين باش ما تلتصقش لكم مع طاوله العمل. غادي نسرحها ونعطيها تقريبا شكل مربع او مستطيل. كنسرحو مرة بالطول مرة بالعرض حتى نحصلوا على الشكل المطلوب. من بعد غناخد القطاعة ديال البيتزا وغنقطع الشريطة بالطول. دائما كنخليو نفس المسافة بين كل قطعة والاخرى، والسمك بطبيعة الحال يكون متوسط، ما ترققوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظة اكتر من القياس. ونفس الشيء بالنسبه للجهه المعاكسه، غادي نقطع حتى نحصل على مربعات اللي كتلاحظوا معايا. هنا كنوضع فيهم قطع الشوكولا، والرؤوس يكونوا بنفس الاتجاه. وهنا غادي نجمع داك الرؤوس ديال العجين الوسط، دائما الرؤوس المتقابله بهذا الشكل هذا. وكنقرصوا العجين بشكل جيد من الجوانب حتى نغطيو على الشكلاط. وكنكرروا العمليه مره اخرى باش ما يطرطقوش لينا فاش يدخلوا الفران، لان مع الحراره راه كما كيبقاوش محافظين على الشكل ديالهم. لكن الا كررتوا العمليه مره اخرى وضغطوا عليهم او لا قرصتوهم مزيان، فما كيتفتحوش لكم. لا بدا كيخرج شويه ديال الشوكولا لكن ماشي بزاف.
فمن بعد ما غنتهي غنستفهم في الصينيه وكنخلي مسافه ما بيناتهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا مده 10 دقائق لانهم اختمروا في المرحله الاولى مزيان. اما بالنسبه للفران فكنسخنوه على 250 درجه مده ربع ساعه. من بعد ما اختمروا كيف ما لاحظتوا معايا هنا كيضاعف الحجم تاعهم بسرعه لانهم اختمروا الوقت الكافي في المرحله الاولى كيف ما ذكرت لكم. وغندهنهم بصفار البيض اللي كنضيف له القهوه سريعه الذوبان اللي كنخففها بالماء كتعطينا او لا كتعطينا هذه الاضافه اللون وكذلك كتعطينا المذاق ديال القهوه. لعشاق القهوه بطبيعه الحال غادي ندهن الوجه بهذا الشكل هذا ثم ندخلهم الفران نخليهم على اعلى درجه مده 5 دقائق. من بعد نقص عليهم ونخليهم يطيبوا على المهل 170 او 180 درجه حتى يتحمروا من الجهتين. كنخرجوهم كيجي هذا شكلهم نهائي فطائر او شهده اكثر من رائعه. فنعيا بما تشكر لكم منو فيهاش حقها صراحه كتجي بنينه بزاف هشيشه ورطبه. غادي ندهنها بالناباج وهي مازال سخونه او بالعسل وغنرشها بالكوك. ممكن ترشوها بكاوكاو ايفيلي او اللوز كونكاسي يعني اللي متوفر عندكم كتزينوا به. وكيكون هذا اقتراح اليوم. نتمنى ان شاء الله من كل قلبي انه يعجبكم فعلا وصفه اللي تستحق التجربه واكيد غتحمر لكم وجهكم مع العائله والاحباب. فإلا عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ومن التشجيعات ومن البارطاج وشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الفيسبوك. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه. بطبيعه الحال قبل ما ننهي معكم لا فيديو غنوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجي في الاخير رطبين وقطنيين وخفاف خفاف بزاف. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه قادمه بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه والى الملتقى ان شاء الله.